انا كل مرة هقول الكلام ده، كل مرة كل فيديو هقول الكلام ده من ساعة ما عملت القناة لغاية دلوقتي، وكلامي بيطلع صح. اللي هو ايه؟ اللي هو المشكلة الأساسية في منتخب مصر سواء الأول أو التاني هي مش مشكلة فساد في الدرجة الأولى، أو مشكلة اتحاد كورة أو رابطة. كل مرة ما بيحصل إخفاق بنقول إنه في فساد، وإنه اتحاد الكورة فاسد، وإنه الرابطة فاسدة، وإنه كذا وإنه كذا. المشكلة مش في كده بس، المشكلة مشكلة أكبر من كده، وهي مشكلة عقلية فقط لا غير. يعني إيه عقلية؟ يعني المنتخب أو اللعيبة أو المدير الفني، أو فكرة إنك على سبيل المثال أبسط حاجة، إنك كعقلية أنت مش عايز تاخد شباب تجربها، أنت مش عايز تاخد ناشئين تجربهم، مع إنك عندك لعيبة كواليتي عالي، واخد لي عواجيز، لعيبة عواجيز ولعيبة احتياطي في أنديتها، ولعيبة بقت عالة على منتخب مصر وعالة على أنديتها. انت دلوقتي عندك لعيبه زي حمزه عبد الكريم، زي بلال عطيه، زي عمر خضر، زي كتير من اللعيبه اللي كانت ممكن تفيدك اكتر من اللعيبه دي، وكانت هتفيدك، وكنت هتصعد في المجموعه بتاعت كاس العرب ديت اللي خسرت فيها وطلع بشكل وحش، كنت هتصعد اول وكنت هتاخد البطوله.